تعاظمت التكهنات حول النجم الفرنسي كيليان مبابي بعد إقصاء باريس سان جيرمان القاسي من ثمن نهائي دوري الأبطال هذا الموسم في سيناريو درامي أمام مانشستر يونايتد. وقال مبابي خلال تصريحاته لبرنامج تيليفوت بقناة تي اف الفرنسية: لقد صدمت مما حدث أمام مانشستر يونايتد ولم أتمكن من النوم. وأضاف: كان الأمر صعبا، المسؤولية تقع علينا، يجب أن نستجوب بعضنا ونبحث عن الأسباب الحقيقية، ونحن عملنا بجد للوصول إلى هذه اللحظة ونشعر بخيبة أمل كبيرة لأن دور الأبطال كان هدفا لنا. وتابع المهاجم الشاب: يجب أن ننهي الموسم بأفضل صورة ممكنة والاستعداد بكل قوة لما هو قادم لنعود أقوى. وعن الشكوك حول مستقبله أجاب: هناك الكثير من الناس يشككون فيه، لكنني سأواصل الثقة في المشروع الباريسي وسأكون هنا، وهذا أمر مؤكد. على الرغم مما حدث وهذا قراري منذ فترة قبل الإقصاء من دور الأبطال، سيكون من غير المفيد أن أكون سببا في أزمات إضافية للنادي. وبذلك ينهي مبابي كل الشكوك التي أحاطت بمصيره في الصيف المقبل في ظل الشائعات الكثيرة التي تحدثت عن اقترابه من الانضمام إلى العملاق ريال مدريد. حقق نادي ليفربول فوزا مهما ومستحقا على حساب نظيره بيرلي بنتيجة 4 أهداف لهدفين في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأنفيلد في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع الرصيد إلى 73 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر مان سيتي. لكن اللقاء عرف تسجيل النجم المصري محمد صلاح لرقم سيء للغاية بعد عجزه عن التهديف للمباراة الرابعة على التوالي في حادثة تقع لأول مرة منذ التحاقه بنادي ليفربول، وهو الأمر الذي يضع مدربه يورغن كلوب في وضعية حرجة قبل ساعات من قمة بايرن ميونخ وليفربول في دور الأبطال التي انتهى شطرها الأول بالتعادل السلبي على ملعب الأنفيلد في انتظار الشطر الثاني على ملعب الأليانز أرينا في ميونخ.